صعب جدا ان انت تفكر فيه او اي حد او جمهور يفكر فيه كده او اللعيبه ممكن تفكر فيه كده. واعتقد ان الامور دي واضحه لكل لعيب دخل النادي الاهلي ولعب فيه، ان الامور ما بتخلصش غير بصفاره الحكم بنهايه الدوري او بنهايه اخر ماتش يكون عندك عدد النقاط فيه ازيد من الاسابيع اللي متبقيه ليك. فبالتالي الشغل الشاغل اللي هيبقى للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان انت لازم تبتدي بماتش زي ما احنا كنا بنتكلم، انك تكسب الماتش مثلا انبي، بتكسب الماتش اللي بعديه عشان توصل لمرحله من المراحل ان الاسبوع مثلا اللي قبل الاخير تكون حاصل على بطوله الدوري بفرق مثلا اللي هم التسع نقاط او العشر نقاط. لان انت لو حصل ان حصل دروب معين في الفريق، وحصل ان الامور ابتدت تقرب، ممكن ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل بالزبط. ممكن التركيز يروح، ممكن الخوف يوصل للاعبين، ممكن عدم الثقه يوصل للاعبين، تلاقي الامور هربت منك. فانت تركيزك لازم يفضل متماسك وعالي لغايه لما توصل زي ما بقول لك صفاره الحكم بنهايه بطوله الدوري، بحصول الفريق بقى على بطوله الدوري ان شاء الله. يعني كابتن محمد، الدوري السنه دي مختلف تماما، الفرق اللي بتنافس في اول المسابقه اختلفت الامور، فرق شايفينها بتأدي بشكل كويس زي المصري طبعا، المقصه، في الانتاج الحربي، يعني فاجئ الناس لما من البدايه كان مفاجاه، وبعدين ابتدت النتائج تتذبذب، وبعدين رجع كمان بقى موجود بشكل كبير جدا. الدوري السنه دي ما بقاش سهل، الفرق ما بقتش سهله، ما بقتش فيش حد بيتوقع بنتائج مباراه قبلها، فالمنافسه شديده في الدوري. لا، هو انا هقول لك ممكن السبب يكون ايه يا ايهاب، ان التقارب المستوى ما بين اللاعبين في كل نادي ده بيخلي كمان المستويات متقاربه. ولكن برضو وجود الاعلام او كل المباريات دلوقتي مذاعه. خلي بالك احنا زمان ممكن كنت تلعب الاهلي بس، المحله مثلا بتلعب الاهلي، هي دي المباراه الوحيده اللي ممكن تتذاع للفريق المحله. لكن دلوقتي هتلاقي ان جميع المباريات متذاعه، فبالتالي هو بيتشاف لكل الناس. فكل لاعب عنده الطموح ان يبقى مستواه عالي في المباراه عشان يعرف يتحرك بقى، يعرف يبقى. على فكره انت خدتني البعد مهم جدا يا كابتن. ممكن اذاعه الماتشات بالشكل ده طبعا تفرق، يعلي المستوى الفني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بص، احنا مش عايزين نكذب نقول المستوى الفني عالي. احنا المستوى الفني يعني الى حد ما معقول بالنسبه للظروف اللي احنا مرينا بيها تمام في السنين اللي فاتت للكوره، يعني بالزبط. ماشي. وده اللي مخلينا بقول لك المستويات متقاربه. يعني هتلاقي محله بتأدي مع النادي الاهلي بشكل قوي جدا، وما تصدقش ان الفريق الاخير في الدوري المصري تعادل مع النادي الاهلي وكان ممكن يكسبه بشكل في وقت ما في المباراه. فبالتالي لا، يعني طبعا التلفزيون او انا هقول لك لما كنت رحت الاتحاد السكندري مثلا، لا احنا بننتظر مباراه الاهلي مثلا عشان نعمل اقصى ما في وسعنا عشان نبان بشكل جيد قدام بقى جمهور الاهلي، قدام جمهورنا، قدام اهالينا. كل ده بتفرق طبعا في مستوى اللعيب. زائد طبعا الجمهور، فرصه يعني ماتشات الزمالك والاهلي بس هي دي. لكن دلوقتي الامور بشكل كبير بقى زي ما بقول اذاعه المباريات في جميع القنوات او في التلفزيون المصري خلى الامور تبقى زي سوق للاعبين. بتشوف فيه اللعيب بدل ما بتروح تتفرج عليه، لا انت دلوقتي بتشوفه، بالتالي مستوى اللعيب بيعلى. نقطه كمان ان زي ما قلت لك الدوري المصري احنا نتمناه يتطور بقى من خلال ايه؟ وجود الجماهير. اهم حاجه التطوير اللي جاي وجود الجماهير، ودي خطوه كويسه انك تبتدي بافريقيا واحده واحده، تبتدي بقى بالدوري المصري. ده هيفرق كتير جدا. نتمنى ان يجي فيه فعلا، يعني ابتدت الشركات، لو احنا بنتكلم على الشركات، تبقى موجوده انها ازاي تسوق البراند بتاعها جوه الدوري المصري. ان شاء الله ازاي الشركات دي تطور الدوري من خلال بقى تذاكر، ووجود انها تساعد الاتحاد الكوره او المؤسسات انها يبقى في ازاي اللي هي التيكت على الانترنت. كل دي الشركات دي دورت قبل كده او طورت قبل كده دوريات عربيه في سواء بقى قبل كده في السعوديه والامارات. كل دي الشركات دي مهم جدا انها تخش وتبتدي تطور الدوري المصري من خلال الخبرات اللي عندها. ويا رب ان شاء الله كل ده في الاول وفي الاخر هيعلي المستوى الفني للاعبين والانديه، ويبقى كل نادي عنده فلوس يا ايهاب يقدر يشتري بيه احسن اللاعبين. كل ده في صالح الدوري المصري وفنياته. يعني ده اللي نتمناه ان شاء الله. لما يكون معايا هداف وفرود كبير، اقول له مين اكتر هداف او فرود بيعجبك في الدوري؟ بص، هو طبعا هنيجي نتكلم، انا في كذا واحد بتفرج عليه. يمكن عمرو جمال، جون انطوي، ايفونا،
باسم مرسي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي. في بقى في الفرق الثانيه احمد رؤوف من اللعيبه اللي ماشيين كويس قوي مع المصري. في إيريك تراوري اللي لعيب في اسوان، محترف هايل. في نانا بوكو من اللعيبه برضو اللي جيدين جدا في الدوري المصري في حته الفراوده. في ستانلي عشان برضو لازم نديله حق، لعيب هايل من احسن المحترفين الموجودين في مصر. لكن لا يعني اعتقد ان حسام باول هداف الدوري. حسام باولو برضو يعني عشان ما ننساهوش، اسرع هدف دلوقتي حققه، كان في جدال في الحته دي، ولكن هي النقطه ان هو ما شاء الله. اما نيجي نبص الفيرود، حسام باولو من الناس اللي عندهم امكانيات هايله جدا، سواء جسمانيا سواء على المرمى. اعتقد ان هو يعني بيعرف يتحرك ازاي جوه ال 18، بيعرف ازاي مهم الحركه قوي للمهاجم الفيرود طبعا ده. توقع يعني. انا بتفرج قبل ما انت تخش يا ايهاب على مباراه الكونفدراليه، علاء بتاعه عماد متعب اللي هو حطها لما وليد سليمان. بص التحرك بتاع الفيرود ده يخلص لك ماتش. فبالتالي لما بتلاقي النوعيات دي من الفراوده، يعني يا بخت المدرب اولا، ويا بخت الفريق بيه، ويا بخت بقى منتخب مصر بعد كده بيه. انا اتمنى ان شاء الله ان حسام باولو يبقى من ضمن الناس اللي يتم اختيارها من منتخب مصر، لانه يعني محتاج ثقه. يعني عارف انت لو اديته ثقه وان هو جوه منتخب مصر هيفرق كتير جدا مع فرقته كمان وفرقه منتخبنا الوطني يعني. بعيدا عن الاهلي والزمالك، مين الفرقه اللي شايفها في الدوري فرقه تقيله؟ فرقه تقيله. بص انا طبعا المصري كان ماشي بشكل كويس جدا. يعني يعني لما نيجي نبص ان هو وصوله للمركز الثالث في وقت من الاوقات، ده يعتبر انجاز كبير جدا حققه كابتن حسام حسن مع الفريق. اما نيجي نبص الفريق، لا فريق عنده في كل خط ليه لعيبه مميزه جدا. في فريق تاني يعني طبعا بتروجيت، انا شايف ان هو برغم الاداء اللي كان متذبذب في الاول، لا ماشي كويس. انتاج الحربي ما حدش كان يتوقع بعد الدور الاول ان هو يمشي بالمرحله دي، او يعني يتقدم في جدول الدوري ويوصل ان هو كان ممكن لو يكسب الماتشات الاخيره ان هو يبقى موجود في المربع الذهبي. ولكن لا يعني كابتن شوقي غريب برضو عمل توليفه من قدامى لعيبه. اتهاجم الاول ولكن بص هيبقى انا عندي وجهه نظر. اه اللي حصل بعد 25 يناير او قبل كده، ان في بعض المدربين ما اعرفش كان وجهه نظرهم ايه، ان يبقى اللعيب اللي فوق ال 30 سنه او 31 سنه لا ده ما ينفعش. ده شيء خطر جدا، ده اعدام خلاص. كان غلط جدا. ليه بقى؟ انت لما بتجيب لعيب من قطاع ناشئين او لعيب من الدرجه الثانيه، فانت محتاج على الاقل 5 6 خبرات موجودين جوه الفريق عشان تنقل له الخبرات دي. مظبوط. فانت كنت تلاقي في وقت من الاوقات فرقه موجود فيها كلهم من الدرجه الثانيه، هتلاقيهم ممكن بقوه الدفع الاولانيه موجودين في الدوري، السنه اللي بعدها هتلاقيهم شكل مختلف تماما. فبعض المدربين عملوا كده يعني. عشان كده انا بقول لك تجربه كابتن شوقي انا بحييه فيها، وهو يعني وبحيي طبعا مجلس الاداره لان هم صبروا على الفريق، ما حصلش اي تغيير في الجهاز الفني، صبروا على اللعيبه، وده باين جدا من خلال الثقه بقى بعد كده في فرقه الانتاج الحربي وشكلها المحترم اللي احنا شفناه. لا يعني كان غلطه كبيره ان بعض المدربين ان هم ينهوا على لعيبه ذو خبرات موجوده في الدوري المصري ويخلوهم يبطلوا بما معناه. لا لازم يبقى عندك 2 أو 3 أو 5 6 لعيبه على الاقل موجودين في معاك في الفرقه، يكون عندهم خبرات، يكونوا لعبوا دوري ممتاز وعندهم خبرات كمان دوليه، تفرق كتير قوي مع اي فرقه تكون صغيره وطالعه يعني. برضه دي موجوده مع عماد النحاس يعني عشان برضه ما ننساش. لا ده اسوان دي حاله يا كابتن. اسوان والكابتن عماد النحاس حاله مميزه جدا ورائعه في الدوري. انا متعاطف معاهم جدا يعني انا من الفرق اللي انا بقول لك شايفها فرقه كويسه. فرقه عماد النحاس مدير فني انا شايفه ان هو من احسن المديرين الفنيين، لانه بيعرف حتى يقرا الفريق التاني ويبتدي يشتغل عليه. يعني مثلا انا شفت له مباراه كان إيريك تراوري ده اللي هو الفيرود اللي عنده مقعده في وقت معين، نزل اللعيب ده ابتدى احرز هدف، ومش مره واحده يعملها، لا دي كذا مره. فبالتالي لا هو بيعرف يقرا المباراه جيدا، يقرا المنافس بشكل كبير،
عنده امكانيات الماديه، ويمكن كانوا هينسحبوا من الدوري قبل كده في بدايه كان في تهديدات من رئيس النادي بالفعل. ولكن لا يعني عندهم الامور صعبه، ولكن هو عارف ازاي يلم فريقه، ازاي يعرف يتعامل مع الفريق الخصم، بيعرف يوصل لمرمى الخصم وبيهاجم. يعني مش فرقه مثلا لا بتدافع، لا ده بيعرف يروح وبيعرف يجيب اهداف. ولكن طبعا اكيد كل فريق عنده نقاط ضعف، هو عنده نقاط ضعف. قلنا يمكن الدوري لا المصري وفقا لامكانياته يعني بالظبط كده. فبالتالي هو ماشي كويس. اتمنى ان هو يفضل ماشي بالشكل ده، لان احنا عايزين فريق من الصعيد يبقى موجود في الدوري المصري. يعني فريق اسوان طبعا، اهلنا في اسوان طبعا حاجه جميله. اتمنى لهم طبعا التوفيق يعني، واتمنى التوفيق طبعا لكابتن عماد النحاس. كابتن، مين المدير الفني اللي بتشوفه عامل حاله في الدوري المصري؟ والله بص، يعني بعيد عن كابتن حسام طبعا، يعني هو من اللعيبه، من المدربين اللي انا شايف ان هم هايلين جدا طبعا. توفيق ليه ولكن هي نقطه المشكله او اللي بتنشب مثلا بعد المباراه دي بتضيع الشغل كله اللي بيعمله كابتن حسام، لان هو عامل فرقه كويسه فعلا. يعني عامل فرقه كويسه جدا، واتمنى لهم ان هم يعني الامور دي هتفرق مع اللعيبه بتاعته كمان جوه الملعب. كابتن طلعت يوسف من اللعيب، من المدربين اللي برضه عمل طفره في فريق بتروجيت مع وجوده. كابتن ايهاب جلال عامل برضه شغل هايل مع فريق المقصه، بغض النظر بقى على اللي هو الفتره اللي فاتت ماشي مش كويس في الدوري المصري، ولكن لا فرقه كويسه. وهو من السنه اللي فاتت عامل فرقه جيده وعارف يسيطر عليها بشكل كبير. يعني في كذا مدرب طبعا عماد النحاس. في افريقيا المقصه يعني بقت يعني النتائج في الدوري يعني ما بقتش زي الاول. ما انا بقول لك يعني هي، ولكن افريقيا الى حد ما لا ماشيين رائعين. تحس ان هم واخدين على افريقيا. لا بالرغم ان هم لسه يعني جداد، ولكن لا ماشيين بشكل كويس. اتمنى ان هي تفرق معاهم في الدوري، يعني لان مكان المقصه السنه اللي فاتت ووجودهم السنه دي في بدايه الموسم كانوا ماشيين بشكل كويس، وحصل الدروب ده اللي احنا شايفينه. اعتقد ان هي يعني هتبقى مساله علاج نفسي بشكل ما من كابتن ايهاب والمجلس الاداره للعيبه، وهتبتدي الامور تستقر يعني معاهم بشكل كبير يعني. كابتن، كل ده بينعكس لصالح المنتخب المصري. والمنتخب المصري في الفتره اللي فاتت خلاص الاقتراب من بطوله الامم الافريقيه بالجابون بعد تخطي العقبه الكبيره نيجيريا. شايف مستر كوبر وجهازه المعاون ازاي؟ شايف الاداء ازاي؟ هل بالبلد كده زي ما بتقال القماشه اللي موجوده دلوقتي، عناصر موجوده في منتخب مصر، عندنا اسماء في المحترفين بقت بتلمع في اكبر الانديه الاوروبيه، المنتخب المصري هل الفتره الجايه بفضل الله نكمل التاهل لبطوله الامم ويبقى حلم الوصول لكاس العالم مشروع ومتاح، ولا برضه لسه الامور مش بالسهوله دي؟ بس شيء جميل طبعا يا ايهاب ان احنا نعدي فريق زي فريق نيجيريا، ومحدش يقول لي فريق نيجيريا لا اصله مش زي الاول. لا انت لما تيجي تبص على الاسماء والانديه ده كل واحد طبعا منهم بفريق كامل يعني. ولكن الحمد لله انت قلت حاجه جميله جدا، القماشه اللي موجود معاك. اما حد يجي يبص لمباراه نيجيريا ومصر اللي كانت في برج العرب، ويمكن من الملعب كمان بيبان قوي ان مستر هيكتور كوبر عارف امكانيات لعيبته، عارف ازاي كان يلاعب نيجيريا. انت لو كنت فتحت خطوطك وابتديت تلعب بشكل هجومي على ارضك بقى، لا كان ممكن مع الامكانيات الموجوده عند فريق نيجيريا، احمد موسيز، اللعيبه دي، لا كان هيبقى في اختراقات وانت عندك زي ما بقول لك عندك مشكله في الدفاع في الكره المصريه، مش في الاهلي ولا الزمالك، لا ده كل الفرق. فبالتالي مشكله عامه بتنعكس عليك في الدوري في المنتخب الوطني. فبالتالي انت كنت لازم تلعب بطريقه معينه تعتمد على الجزء، او انت قفل الملعب بشكل كبير على فريق نيجيريا، وما تخلوش يحاول ان هو يخترقك بشكل السرعه اللي هو عنده الكبيره، وبتبتدي تلعب بقى على رمضان او محمد صلاح او عبد الله السعيد. واعتقد ان هو نجح بشكل كبير. انت في كوره لو نفتكر رمضان صبحي لو كان ما عرضهاش بس هو اخترق وحطها في جول، كانت فرقت مع المنتخب الوطني. احمد حجازي كوره بالدماغ. كل الامور دي كانت هتفرق مع منتخبنا وتأدي الغرض، ولكن انت فضلت متماسك بشكل كبير وحققت الهدف من مباراه نيجيريا. انا شايف ان لازم يحصل تطوير يعني مستر هيكتور كوبر، ان انت خلاص انت بتعدي بقى مرحله معينه. المرحله الثانيه هو دخولك بقى بطوله الامم الافريقيه، البطولات المجمعه. واعتقد ان احنا بنبقى مميزين قوي في البطولات المجمعه يا ايهاب، من خلال ان احنا يمكن التركيز بتاع اللعيب المصري لما بيبقى في بطوله مجمعه، اعتقد انها
بتبقى اقوى بكتير من حته التصفيات اللي هو مباراه رايح ومباراه جايه. دي هتفرق كتير قوي. وجود طبعا اختيارات، لازم يبقى في اختيارات تانية للفريق القومي، خصوصا حته الراس حرب، لانه واضح جدا ان طبعا مروان من اللعيبه الكويسه، لكن انت محتاج حد. احمد حسن من اللعيبه الكويسه، ولكن ما كانش موفق مثلا في مباراه نيجيريا الاولانيه، فبالتالي وده عجبني في مستر هيكتور، ان هو لا، حاسس ان احمد مش في حالته، او مش هيبقى متالق، او مش هيساعد الفريق في مباراه مصر. حط مروان، اعتقد مروان ادى الدور، ولكن انا عايز دور يكون اكثر ايجابيه. يعني ايه اكثر ايجابيه؟ لعيب بيقدر يتحرك، يقدر يروح على مرمى الخصم، عنده الحته الهجوميه عاليه. ده اتمنى يبقى فيه انضمام لواحد زي باسم مرسي ان شاء الله الفتره الجايه، ان انت بقى تعمل انك تدور حسام باولو. يعني كابتن، انت كمهاجم كبير وهداف قدير، ايه اللي بيخلي المهاجم في احيانا في قوه ادائه، ومع قوه ادائه دي مع حاجات بسيطه كده فجاه تلاقي اللعيب ده او المهاجم ده خرج بعيد جدا عن المستوى، يقول لك ايه ده يا جماعه، وتلاقي الناس التالي العالميه لا ده اعتزل، ده بطل، يكون لسه صغير ولسه يبدا، وبعدها على طول بشويه بعد كبوه يرجع تاني يتالق، والناس تنسى كل اللي فات، تبدا من الاول ونفضل في لعبه القط والفار. هي في عوامل كتير طبعا، ولكن انا عايز اقول لك هو حاجه موجوده عندنا احنا، ان انت ما فيش تلاقي لعيب على مستواه. يعني ميسي بتلاقيه من اول الدوري